في الفيديو ده الدور جه على بيل جيتس اللي اسمه طلع منور في ملفات ابستين. خلينا اشرح لك الكلام عليه. الراجل ده قصته عجيبه لدرجه انه اضطر يرد بنفسه على الكلام اللي اتقال عليه من كتر ما اتحول لترند عالمي. وسط ملفات ابستين ظهر ايميلين من سنه 2013، والغريب فيهم ان جيفري ابستين كان باعتهم لنفسه مش لبيل جيتس. يعني واضح كده انه كان بيكتب زي مسوده لشخص تاني عشان يبعته لبيل جيتس يهدده بيه. الايميل الاول طويل ومليان اخطاء، كانه واحد بيكتب بسرعه كده وبيحط النوتس بتاعته. لكن الايميل التاني بقى نسخه متلخصه ومنظمه ومبعوثه بعد كام ساعه بس من الايميل الاولاني، ولا واحد فيهم ممضي باسم ابستين. الكلام اللي جوه طالع من موظف كان شغال مع بيل جيتس واتطرد. اللي باعت الايميل بقى بيطالب بيل جيتس بمكافاه نهايه الخدمه لمده سنتين، وبيتكلم عن عقد استثمار ب 100 مليون دولار. بس مش هي دي الحته اللي خضت الناس. الحته اللي قلبت السوشيال ميديا هي في الاخر خالص، اللي فيها بيل جيتس طلب من الشخص ده انه يجيب له مضاد حيوي عشان يديه لمراته ميليندا من غير ما تعرف. والسبب ان بيل جيتس نفسه جاله مرض STD، يعني مرض جنسي، من بنت روسيه، وكان خايف يتفضح قدام مراته. طبعا المتحدث باسم بيل جيتس طلع وقال ان الكلام ده كله كذب وتأليف، وان دي كانت محاوله ابتزاز فاشله من ابستين. السؤال بقى، تفتكر كانوا ماسكين عليه ايه تاني؟